من هو شخص المسيح؟ سؤال مهم قوي 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 ان احنا نتعرف على مين هو شخص المسيح. عشان نعرف مين هو شخص المسيح بنرجع للكتاب المقدس، ده مرجعيتنا اللي بيورينا ايات كتير قوي بتوضح هو مين شخص المسيح. في انجيل معلمنا ماري يوحنا صح الاول وعدد 1 يقول كده: في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. الآية دي بتقول في البدء يعني منذ الأزل، الكلمة اللي هو المسيح كان عند الله وكان الكلمة الله. يعني بيقرر الروح القدس بيقول كده على لسان معلمنا يوحنا الحبيب، بيقول أن الله هو الكلمة، يعني الكلمة الذاتي اللي هو المسيح هو مين؟ هو الله، لأنه هو والآب والروح القدس واحد. الآية الثانية في يوحنا 1:14 بيقول إيه؟ والكلمة اللي هو الابن بقى صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. خلينا في الحتة الأولانية، الكلمة اللي هو الابن صار إيه؟ جسدا. نستنتج إيه من الجملتين دول؟ مين هو شخص المسيح؟ شخص المسيح معناها إن هو له طبيعتين، لاهوت كامل وناسوت كامل. لاهوت كامل يعني هو الله، احنا قلنا كان الكلمة هو الله، وناسوت كامل الكلمة صار ايه؟ جسدا. اذا من الايتين دولت نثبت انه كده معناها ان في عندي هنا طبيعتين، طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية. طبيعة لاهوتية عرفناها الاقرار بتاع يوحنا ان كان الكلمة هو الله، كلمة المسيح. والطبيعة الناسوتية الكلمة صار ايه؟ جسدا. خلاص؟ يعني اللاهوت والناسوت بقوا متحدين ببعض من غير اختلاط ولا تغيير ولا امتزاج، بس متحدين ببعض ولا استحالة. بمعنى ايه؟ يعني اللاهوت بقى ناسوت ولا الناسوت بقى لاهوت. الاتحاد ده اللي ما بين اللاهوت وما بين الناسوت ده اتحاد كامل في جوهره، في اسرار ما نعرفهاش. يعني مهما وصل عقلنا من اللي احنا نفكر كيف يكون هذا الاتحاد في انه اهني طبيعة ظاهرة، طب الطبيعة دي بتظهر ولا الطبيعة بتظهر؟ هما الطبيعتين متحدين، ده في اتحاد سري عجيب يفوق كل وصف وكل تصور وكل عقل يقدر يدركه. عشان كده في الكتاب بيقول كده، هو بيقول في تيموثاوس الأولى صح 3 وعدد 16 يقول كده: عظيم هو سر التقوى، الله عمل ايه؟ ظهر في الجسد. فمين هو شخص المسيح؟ سؤالك هو له طبيعتين، طبيعة لاهوتية متحدة بالطبيعة الناسوتية اتحادا أقنوميا جوهريا يفوق كل وصف وكل تصور، وده تقرير من الكتاب المقدس.